موضوع ممكن يكون حساس للرجاله شويه. فاكرين فيلم النوم في العسل؟ فاكرين اللقطه كانت بتاعه انه ما عرفش فنط من البلكونه؟ احنا ما بنشجعش حد انه يعمل كده، لان دلوقتي العلم تطور وبقى عندنا علاج لكل حاجه. بس خليني احكي لكم المشكله دي سببها ايه. ممكن يكون اسباب عضويه وممكن يكون اسباب نفسيه. كتير قوي بنلاقي ان الرجاله ادائهم في العلاقه ممكن يضعف بسبب عدم قدرته على اتمام العلاقه بشكل مرضي ليه وللزوجه. عدم قدرته بتيجي من انه يبقى العضو مش مستعد، العضو مش قابل للانتصاب، او ينتصب شويه ويهرب منه. بسمعها كتير لما تيجي الست تقول لي احنا بقالنا سنه ونص متجوزين وما حصلش علاقه مكتمله ما بيننا. لما بتيجي المشكله بالشكل ده تتقال بالشكل ده مفيش علاقه مكتمله ما بيننا، احنا بنفكر ان ممكن يكون السبب عنصر ذكوري او ممكن يكون السبب العنصر الانثوي. لو هكلمكم على السبب الذكوري فاكتر حاجه بتؤدي الى عدم اتمام العلاقه هو وجود ضعف في العضو الذكري. والضعف ده ناس ساعات بتبقى متخيله ان هو ضعف زيرو. لا، خلوني اقول انه بدرجات متفاوته. ممكن يبقى ب 80%، ممكن يبقى 50%، وممكن يبقى 100%. ساعات بيبتدي بقوه ولا يكتمل في العلاقه، واحيانا بيهرب منه في لقطه معينه فيحس ان هو عندوش قدره على اتمام العلاقه. اسبابه ممكن تكون اسباب عضويه زي السكر، زي الضغط، زي التسرب الوريدي، واسباب تانية كتير. وبرده في عندنا اسباب نفسيه، دي اللي يهمني اتكلم فيها. حاجه اسمها الرهاب، الخوف، القلق، التوتر. لان مجتمعاتنا بتلقي على اكتاف الرجل ان الليله ليلتك يا عمده، فبيحس الشخص اللي عنده استعداد للتوتر ان هو مطلوب منه مهمه كبيره جدا، والمهمه الكبيره دي هو ما عندوش عنها اي ابعاد ولا اي خلفيه معمليه.